السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم وصفات من مطبخ مريم ميريس كوكتوب. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هاد الطورطه اولا هاد التحليه العائليه ديال التيراميسو. تقدروا تحضروها الا كانت عندكم شي ضيافه بواحد الطريقه اللي جد سهله ومبسطه، وغادي نعطيكم كذلك حتى البدائل الا ما بغيتوش تستعملوا نفس المكونات اللي غادي نستعمل انا. فإلا عجبتكم الوصفه ديال اليوم خليكم معايا حتى لاخر الفيديو، ما تمشيو فين. وإلا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي مرحبا بكم والف مرحبا. ما تنساوش تدعموني باشتراككم في القناه بالضغط على زر ابوني ولا سبسكرايب، وكذلك بتفعيل خاصيه الجرس باش توصلوا ان شاء الله بالفيديوهات ديالي كاملين. ما نطولش عليكم كتر، نبداو في الطريقه والمقادير. بالنسبه للمقادير ان شاء الله غنخليها لكم مكتوبه اسفل الفيديو في صندوق الوصف. اول حاجه غادي نحضروا الكريمه. غادي نحتاجوا 3 ديال البيضات يكونوا بحجم شويه كبير. غادي نفصلوا البياض على الصفار. بالنسبه للبيض يستحسن انه يكون بدرجه حراره المطبخ، يعني تكونوا جبدتوه من الثلاجه تقريبا واحد ساعتين قبل ما تخدموا به. بالنسبه لبياض البيض غادي نضيف ليه واحد شويه ديال الملحه وغادي نطربوه مزيان حتى غادي نحصل على واحد البياض اللي كثيف على شكل كريمه. بالنسبه للانيه اللي غتستخدموا فيها بياض البيض حاولوا انكم تكونوا مسحينها مزيان ما يكون فيها حتى شي قطره د الماء باش هكايا البيض ديال البيض كيطلع لكم مزيان. بالنسبه لهاد الطريقه اللي غادي نخدم معكم ديال التيراميسو فهي الطريقه الاصليه ديالو اللي كتخدم بالبيض. الا كنتو ما كتبغيوش البيض انا ان شاء الله غادي نقول لكم البدائل اللي تقدروا تعوضوهم بهم. غادي ناخذ الصفار ديال البيض، غادي نضيف لهم 3 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده، وغادي نضيف شويه ديال سكر فانيليا، وغادي نطربهم مزيان حتى غادي نحصلوا على واحد الخليط اللي يكون متضاعف واللون ديالو فاتح، يعني مايل للبياض. من بعد ما كنطربوا الصفر ديال البيض مع سكر سنيده وكنحصلوا على واحد الخليط اللون ديالو مفتوح وكيكون متضاعف، غادي نضيف هنايا 250 غرام ديال جبنه الماسكربون وغادي نعاود نولي نطرب مزيان. بالنسبه اللي ما بغاش يستعمل الجبنه ديال الماسكربون تقدروا تستعملوا الجبن ديال الدهن العادي، هو ما تعطيش نفس المذاق ولكن تقدروا تعوضوه به بحكم انه شويه ناقص في الثمن على جبنه الماسكربون. من بعد ما غادي نكون طربت مزيان الجبنه ديال الماسكربون مع صفر ديال البيض والسكر، غادي نبدا نضيف البياض ديال البيض بالتدريج وغادي نبدا نخلط بواحد الطريقه اللي هي من الفوق للتحت غير بشويه. بالنسبه للفيديو انا راني غير مزرباه شي شويه، حاولوا انكم تخلطوا بلا ما تهرسوا هذاك البيض ديال البيض. غادي نخلي داك الخليط جانبا وغادي ناخذ في واحد الاناء غادي ندير 200 مليلتر ديال قشده الخفق. انا استعملت هنايا غير قشده نباتيه، تقدروا تستعملوا اي نوعيه بغيتو. صافي وغادي نطربها حتى غادي نحصلوا على كريمه كثيفه. الا بغيتوا تضيفوا النكهات لهاد الكريمه فتقدروا تضيفوا سكر فانيليا، انا ما ضفت حتى شي حاجه. بالنسبه للوصفه الاصليه ديال التيراميسو فهي كتصاوب غير بالبيض وبالجبنه ديال الماسكربون، ولكن انا حبيت انني نضيف عليها حتى القشده ديال الخفق. بالنسبه للبيض اللي انا طربت فالمذاق ديالو ما تيجيش باين بتاتا في هذا التيراميسو، ولكن بالنسبه للناس اللي ما تيبغيوش البيض او اللي عندهم حساسيه من البيض فيقدروا انهم يستغناو عليه ويديروا فقط كريمه الخفق مع الجبنه ديال الماسكربون. وكذلك حتى بالنسبه للجبنه ديال الماسكربون بحكم ان الثمن ديالها غالي، فاللي ما بغاش يستعملها يقدر يبدلها
بالجبن العادي ديال الدهن. فانا حاولت انني نعطيكم بدائل الا بغيتو ديروا هاد الوصفه باقل تكاليف. من بعد ما كنكون طربت الكريمه ديال الخفق غادي نضيف عليها الخليط الاول اللي درنا ديال بياض البيض وصفار البيض مع الجبنه ديال الماسكربون، وبنفس الطريقه غادي نحاولوا اننا نخلطوه من الفوق لتحت، اولا استعملوا واحد الفوي هكايا يدوي، وحاولوا انكم تخلطوا غير بشويه باش ما تطيح لكمش الكريمه. من بعد ما وجدنا الكريمه غادي ناخذ معلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان، وغادي نخلطها في واحد الكاس ديال الماء اللي يكون سخون. الا بغيتو تستعملوا القهوه مقطره فتقدروا تستعملوها. وغادي ناخذ هنايا لي بودواغ اولا لي شارلوط. هنايا غادي نحتاج 3 ديال الباكيات ونص، كل باكيه كيكونوا فيها 2 ديال العلب بحال هكايا. غادي نحتاج 3 ديال العلب ونص بالنسبه لهذا القالب اللي انا غادي نستعمل، وانتم الكميه راه كتبقى على حسب القالب اللي غادي تستعملوا. صافي غادي نبدا نغطس هذوك لي بودواغ في القهوه، وغادي نبدا نستفهم في القاعده ديال المول. وبطبيعه الحال غادي نحاول انني نخلي الجوانب خاويين لحقاش مازال غادي نولي نستف فيهم لي بودواغ. هنايا غادي ناخذ لي بودواغ، وغادي ناخذ العبار اللي انا بغيت ندير. بغيتو ديروهم هكايا شويه طوال كديروهم طوال، بغيتو تقصروهم كتقصروهم، كيبقى لكم الاختيار. انا خديت القياس اللي غادي ندير صافي. وهادو اللي غادي ندير في الجنب فانا ما غاديش نغطسهم في القهوه، غادي نخليهم هكذاك، وغنحاول انني نفيكسيهم في الجوانب. غادي نبقى مستمره هكا حتى غادي نلبس القالب كله. بالنسبه لدوك الطريفات الصغار اللي كنكونوا نقصنا منهم فحتى هما غادي نستعملوهم في القاعده. مهم كنحاولوا اننا نملؤوا جميع الفراغات بداك البسكوي. من بعد ما كنقادو لي بودوا غادي ناخذ النصف ديال الكميه ديال الكريمه اللي وجدنا، وغادي نصبها فوق منهم. من بعد غادي نولي نضيف طبقه ثانيه ديال لي بودواغ اللي غادي نغطسوهم في القهوه على هذا الشكل هذا. من بعد غادي نصب الكميه المتبقيه ديال الكريمه، وغادي نحاولوا اننا نقادوا لها الوجه ديالها. غادي ندخلو للثلاجه يبات ليله كامله، وعاد من بعد غادي ندوز للتزيين. بالنسبه للتزيين انا زينته بطريقه اللي بسيطه، غادي ندير ليه شويه ديال الكاكاو المر من الفوق من الوجه. تقدروا ديروا قهوه سريعه الذوبان اولا ديروا اي حاجه بغيتوا تزينوا بها التيراميسو ديالكم. كنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه وتعجبكم. حتى الا ما قدرتوش انكم ديروها بنفس المقادير اللي انا درت فتقدروا ديروها بطريقه ثانيه اللي قلت لكم. قبل ما نكمل الفيديو بغيت نرحب بالناس الجداد اللي يلاه انضموا للقناه ديالي. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنسونيش من لايكاتكم وتشجيعاتكم، وإلا كان عندكم اي اقتراح فتقدروا تخليوه ليا اسفل الفيديو في التعليقات. كانت معكم مريم من قناه ميريز كوكتيب. شكرا على المشاهده، وموعدنا ان شاء الله في فيديو مقبل.